لما ألبرتو موريس اللي هو واحد من أفضل البرفيومرز إن لم يكن أفضل برفيومر موجود حاليا على قيد الحياة يصمم عطر بنوتة اللبان، لازم تعرف إنه هذا العطر رح يكون مختلف عن أي لبان جربته. عطر ما كان تيبيكال لبان أو اللبان اللي متعود عليه بكل العطور بيكون اسمها لبان أو مرتكزة على نوتة اللبان. ريحة العطر بافتتاحيته بتعطينا نوتات سبايسي حارة شوي مثل كأنه فلفل، بس معها هيك نوتات وودي وشوي باودري. كل ما يتدرج العطر بصير كشميري أكتر، بصير باودري أكتر، خشبي باودري. نوتة اللبان موجودة، بس نوتة اللبان هون مش مجرد اللبان البخور، في ريحة جريني خضرة شوي. يعني أنا لأني رحت على واحدة من المحميات وجربت بوادي الدوكا، ضربت شجرة اللبان شام ريحتها، فهاي الريحة اللي أنا عم توصلني من هذا العطر ريحة خشب الشجر تبع اللبان. في ريحة بخورية حلوة كتير عم تطلع معي بالعطر. رشيت العطر على ايدي مسيطر، يعني مش قادر اشم اي شيء تاني لما رشيت هذا العطر. هو اللبان شوي بيجي سيترسي، لكن هون كمان ضايفين له نوت الاورنج اويل، فكمان سيترسي اكتر شوي طالع. فالطابع العام للعطر هو وورم سبايسي وودي باودري، شوي من الفايولت، فيه نوتات اكواتيك. البرتو موريس مجنون، يعني حط نوتات اكواتيك مع اللبان، مش مبين كعطر اكواتيك لكن معطي العطر الطابع اللي لما يكون باودري، بس باودري قاعد على قاعده مثل كانها كريميه ووتري. هذا الاشي لاحظته باكثر من عطر هو مصممه. فالكومبينيشن هاي كلياتها مخليه هذا العطر مميز جدا جدا. حاولت اني اوصل لكم الريحه كيف انها بدها تكون ريحه خشبيه بخوريه باودري سيترسي شوي كريميه بنسبه بسيطه كشميريه فواحه وثابته بشكل مش طبيعي. عطر ملوكي فخم للمناسبات، بتقدر تستخدمه اي وقت. ممكن يكون السيجنتشر سنتاك، ممكن يغنيك عن البخور، ممكن ترشه على الشماغ على الجاكيت. بتقدر تعمله لايرنج مع اي عطر تاني. بحد ذاته هو سيمفونية، لكن بتقدر انك تضيف عليها اي معزوفة تانية او اي عطر تاني. في عطر تاني اسمه سمر عود للصيف، بس راح احكي عنه بفيديو تاني. اذا بتحبوا تسمعوا اكتر عن عطور اعملوا لي فولو. اذا متحمسين تسمعوا عن سمر عود كمان قولوا لي مشان انزل لكم الريفيو باسرع وقت. هم باي ذا واي جميلين جدا كمان للخلط مع بعض، لاني جربت واحد هون وواحد هون بالهواء، الكومبينيشن رهيب جدا. اذا بتعرفوا عطور ادلين اعطوني رايكم فيهم تحت بالكومنتس. شكرا.